هنعمل مع بعض رز بلبن بطريقة المحلات وسر الوش المكرمش زي المحلات. امشي بقى معايا خطوة بخطوة وهيطلع مظبوط معاكي من اول مرة. عملناه بالمكسرات وعملناه كلاسيك من غير اي اضافات، وتعالوا معايا نشوف خطوة بخطوة هنعمل ايه. اول حاجة هنبدأ بكوباية رز مغسول ومنقوع حوالي ربع ساعة و3 كوبايات من المية، ونسيبه لحد ما يشرب المية، هيكون داخل معاكي في نص سوا. هنفضل نقلب فيه لحد ما يطلع النشا اللي جواه عشان ما نحتاجش نضيف ليه اي نشا. وبعد كده نحط اللبن حوالي 1.5 لتر وكوباية ونص من السكر، بس طبعا السكر ده حسب رغبتك. وهنفضل نقلب فيهم لحد ما السكر يدوب، وبعد كده هنضيف عليهم كيس من الفانيليا، والسر هنا في معلقتين من كريم شانتيه او معلقتين من بودرة ايس كريم فانيليا، بس للأسف انا ما كانش متوفر عندي، بس هو بيودي الرز بلبن في حتة تانية خالص. وده بعد ما بدأنا نفضيه، وكان طعمه يا جماعة تحفة، جربوه مش هتندموا صدقوني. وده بعد ما سيبناه يبرد، بصوا يا جماعة وشه مكرمش وجميل ازاي، تحفة. وده لو عايزة بعد كده تدخليه التلاجة، بعدين تطلعي تحطي المكسرات، كل انواع المكسرات اللي انت عايزاها. بصوا بقى متماسك ازاي من غير اي نشا ولا اي اضافات. وعملنا المكسرات على شكل هلال ونجمة بمناسبة رمضان، كل سنة وانتم طيبين.